دول الكلب ده بيدور عليا بيدور عليا. يا جدو يا جدو يا جدو، انا بحبك يا جدو حبيبي يا ابن الكلب. عامل ايه يا جدو؟ وحشني يا جدو. الحمد لله بخير يا ابني. انا عايز اخطب يا جدو وبابا مش راضي. والله كبرت يا حنبوكشة وعايز تخطب. ما انا كبير يا جدو وانا صغير. انت عارف يا ولدي، زمان كان كل حاجة رخيصة. انت عارف انا جوزت ستك بحمل تبني يا ولدي. حمل تبني يا جدو. حمل تبني ايه بس يا جدو؟ زي ما بقولك كده بالظبط يا ابني. دلوقتي عشان تروح تخطب يا ابني محتاج شبكة ب25,000، ودهب ب200,000، وكتب كتاب ب5,000، وصندوق تحيا مصر 30,000، غير الفرح يا ابني. الفرح يصرف له 200,000، غير الشقة يا ابني تصرف لها 500,000 عشان تتجوز. بس يا ابني في الأيام اللي احنا فيها دي عايز 1,000,000 جنيه مكفولة. يا خرابي يا جدو، انا على كده يا جدو عشان اتجوز معايا 50 سنة يا جدو. ربنا يكرمك يا ولدي يا حبيبي، وربنا يوفقك كده. بس مين هي اللي هتخطبها؟ مين البنت اللي قلبها حبك؟ مين البنت اللي قدرت تسيطر على مشاعرك؟ بنت عمي يا جدو. يا ترى مين هي يا ابني؟ يا ترى سعاد بنت عمك خالد؟ لا يا جدو، بس فكر شوية. بنت عمك حسين سعدية؟ ايوه يا جدو هي. زين ما اخترت يا ولدي، زين ما اخترت. تربية واخلاق وتعليم وكل حاجة يا ابني. ربنا يحببكم ببعض، وربنا يكملكم على خير كده ان شاء الله. وانا هيجي ابوك دلوقتي وهفتحه في الموضوع، واللي فيه خير اقدمه ربنا ان شاء الله يا ابني. ربنا يفرحك يا رب. شكرا يا جدو، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. وتروح الحج يا جدو، وتاخد ست وتروح يا جدو. يا عيال يا ولاد الكلب، كبرتوا عايزين تخطبوا يا ولاد الكلب. السلام عليكم يا بابا. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. عايز حاجة يا بابا؟ انا اخش اريح شوية عشان لسه جاي من الشغل وتعبان. ربنا يساعدك يا ابني يا حبيبي، بس كنت عايزك في موضوع بس. تعال اقعد هنا جنبي شوية. اتفضل يا بابا. الواد حنبوكشة جالي وعايز يخطب. يخطب ايه يا بابا؟ ده لسه عيل يا بابا. اخطب له يا ولدي، خليه يشوف مصلحته. طول ما هو كده هتلاقيه فاشل. اما لما يخطب هيمسك نفسه وهيروح يشتغل، ومش هيضيع ربع جنيه وهيحافظ على نفسه. حاضر يا بابا. يا ترى عايز يخطب مين يا بابا؟ احلى واحدة في العيلة يا حبيبي. مين هي يعني يا بابا؟ مين هي؟ سعدية بنت عمو حسين. أدب وأخلاق وتربية، والبنت متعلمة، مش هنلاقي أحسن منها يعني، ودي بنتنا. ماشي يا بابا، على خيرة الله. اللي انت شايفه صح يا بابا نعمله. حاضر حاضر يا بابا. انت هتعوز حاجة دلوقتي؟ انا اخش اريح شوية عشان لسه جاي تعبان من الشغل، واللي فيه خير يقدمه ربنا يا بابا. ازيك يا سعدية يا حبيبتي؟ ازيك يا حموكسة يا حبيبي، عامل ايه؟ بخير والله، بخير بخير. ده انا فرحان قوي 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 النهارده. يا ترى فرحان ليه؟ انا النهارده قلت لجده ان انا عايز اخطبك، ووافق وقال لبابا، وبابا كمان وافق. بجد يا حبيبي انا فرحانه قوي. طب يا ترى بقى هتيجوا امتى؟ مش عارف والله، بس جد وبابا قالوا قريب جدا يعني.
خير بإذن الله. بس أنا فرحان قوي، هموت من الخضة وهموت من النطة وهموت من كل حاجة. أنا فرحان قوي. ربنا يكمل لنا على خير يا رب يا حبيبي، ويا رب أهلي كمان يوافقوا، عشان أنا الصراحة بحبك قوي، مش هقدر آخد حد غيرك، والحمد لله اللي أهلك وافقوا على كده. وأنا هنتظركوا في أي وقت يا حبيبي علشان أقول لبابا وماما اللي انتوا هتيجوا تتقدمولي، ويا رب يا حبيبي يوافقوا. يا رب يا حبيبي، يا رب يا قلبي، يا رب يا روحي، يا سعدية، يا حبيبتي يا سعدية. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ واقفين هنا يعني؟ لا يا جدو، انا كنت ماشي ولقيتها واقفة وقفت اسلم عليها يا جدو. انت برضو واقف تسلم عليها انت؟ يا واد يا خبيث انت، بلاش اللوم ده معايا. ابدا ابدا يا جدو يا حبيبي، احنا واقفين عادي اهو. المهم بس يا جدو، ما علينا من الحوار ده، انت عامل ايه يا حبيبي؟ قولي طمني عليك. بخير والله يا بنتي، وربنا يفرحك كده ويكرمك، عشان انت بنت اصيلة وابوك اصيل وامك اصيلة، ربنا يبارك لكم. ماشي يا جدو، انا ماشية سلام. بقول لك يا دي حنبوكش، احنا النهاردة بإذن الله كده الساعة 8 بالليل هنروح نخطب لك يا عم سعدية. بجد 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 يا جدو؟ بجد يا حبيبي، ربنا يفرحك كده ويكرمك ان شاء الله، وهي البنت سعدية مش هتلاقي احسن منك يا حبيبي. نورتونا نورتونا وكترتونا، يا مرحبا يا عمي، نورتنا يا عمي. البيت منور بأصحابه. احنا النهاردة جايين نطلب القرب في بنتك لابننا حنبوكشة. ده شيء يشرفني يا عمي، والله ده شيء يشرفني. انا هنلقى احسن منك يا عمي، ومن ابن واد عمي حنبوكشة الصعيدي حبيبنا. يا رب بابا يوافق، يا رب يا رب، انا مبسوطة قوي مبسوطة قوي. طلباتك يا حسين. هو احنا بينا طلبات يا عمي؟ انت بنتنا والولد ولدنا. ده جواز يا حسين، مش لعب عيال. بص يا عم، انا بنتي مهرها ما يقلش عن 500,000، غير العشاء عليكم والستاير عليكم والسجاد عليكم. موافقين يا عمي؟ ماشي. مش موافقين يا عمي؟ انا ما هقدرش. ليه يا ابني كده؟ واحنا واخدين مين يا ابني؟ احنا واخدين مين يا ابني عشان يبقى كده؟ ده احنا مش غرب يا حبيبي، ده احنا في بعضينا مش كده. ماشي يا حسين، كل حاجة اسمه ونصيب، ربنا يفرح بنتكم وربنا يكرمكم. السلام عليكم، احنا عايزين حاجة؟ احنا ماشيين. يا بقى كده يا عم حسين، طب حاضر، وانا مش هسيبها، محدش هياخدها غيري يا عم حسين. سلام يا سعدية، سلام. ماشي يا بابا، هي بقت كده يعني؟ طب انا عايز بقى، انا مش هتجوز غيره، واللي تعمل تعمله. ربنا يسامحك يا بابا، ربنا يسامحك. خش جوه، ما اسمعش صوت امك ده، خش. حاضر يا بابا. ماشي يا بابا. طب والله العظيم لو قلنا لمنا عليك عملت مع جارتنا سوسن. خش جوه يا بنتي يا ليلة الأدب. وهنا يا حبايب حموكشة الصعيدي تنتهي قصة حموكشة وسعدية، وإلى اللقاء في فيديو آخر من قناة حموكشة الصعيدي، ولا تنسوا المتابعة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك والشير وتعليق حلو زيكم كده. مع السلامة. بقولك يا خضر، جايبالك 50 فوطة عشان فرحنا حلوين، وجايبالك 60 ملاية. هو حد قالك ان انا بشخ على نفسي ولا ايه؟ الو يا سعاد، انا ماشي في الشارع اهو، عمال ادور على مطعم ولا محل كشري مش لاقي. دينا عمال ادور اهو يا سعاد، مش لاقي يا سعاد، المحلات كلها قافلة يا سعاد. بس دور انت يا حنبوكش وهتلقى محلات فاتحة. انا عارفك انت مش عايز تجيب. ايوه يا سعاد، لقيت محل فاتح اهو، مكتوب اسمه انجليزي كده معرفش، اسمه انجلي كوليكسيو، جرسون
جرسون. ايوه يا فندم، تحت امرك. هات لي واحد عصير قصب، واعمل لي 5 علب كشري، الواحدة ب5 جنيه. اجيب لك شليمو يا فندم مع القصب؟ لا ما بحبوش. بعد اذن حضرتك اطلع بره واشرب العصير بره، وهنجيب لك طلباتك كلها بره. يا عم ما انا بني ادم زيكم. ايه يا عم، هو مفيش حد هنا بيصور ولا ايه؟ مفيش حد هنا بيصور. في ايه اللي حصل يا باشا؟ انا جيت طلبت واحد قصب من غش ليمون، وطلبت 5 علب كشري ب5، بيقول لي اطلع بره وهجيب لك كل حاجة بره. هو انا مش بني ادم زيكم؟ صورني صورني. خلاص سهلة سهلة، انا هحللكم المشكلة. خلاص خلاص. يا عم صورني وخليه يضربني كمان، اضربني كمان لو بتحبني، اضربني كمان. صورني وحطها لي على الفيسبوك، صورني وحطها لي على الفيسبوك، واعمل لي شير لإلهام شاهين وفيفا عبده واحمد ابو هشيمة. عملت لك يا عم كل حاجة. اكتب على البوست طردوا عمل نظافة من محل كشري. احنا الصعايدة اما الجلاليب، لبسنا بينا اغلى حبيب. ايه مشكلتك يا حنبوكشة؟ الحياة بقت صعبة اوي يا دكتور. طب احكيلي مشكلتك. انا احلامي عادية جدا، احلام زي اي شاب في سني. نفسي اعيش زي اي حد عايش، اكل انام اشكط بنات. وفين المشكلة؟ مش عارف اشقط بنات يا دكتور. تخيل البنت من دول ما تلحقش تقول لها ازيك على الفيسبوك، تروح عامله لك بلوك في وشك. ودلوقتي طلعوا في الموضة السكرين شوتس، تعمل لك بلوك وتفضحك وتحذر صحاباتها منك، وصحابها الولاد يدخلوا يحفلوا عليك. ده حرام يا دكتور. ماشي. طب اعمل ايه يعني؟ وربنا فكرت اقطع شراييني بشفرة الحلاقة المستعملة، بقت واردة جدا الايام دي. ولو لقيت بنات ما بلقاش مكان. انا تعبت يا حياة زبالة. طب بص، هو في حل كويس. ارجوك ما تقوليش اتوب. ما تروح تقضيها في الديسكو. يا دكتور احنا المفروض عدينا المراحل دي من زمان، من ايام فيلم سهر الليالي. لازم نتقدم في حياتنا. ده انت بائس قوي. طب بص، انت لابس اسود وعندك دجن خفيفة، ليك في الاندر جراوند يعني. وعمرو دياب. يا دكتور. امشي بسماعات في ودنك، واربط مؤخرة رأسك بتوكة، خليك عميق. يا دكتور. انا اعرف ان في ناس عميقة دي بتعمل احلى مصالح، والشط في اي مكان، العمق في وسط البلد حلو قوي. لا يا دكتور انا مش بتاجر بعمقي. فعلا. طب بص، خليك اشتراكي وربي شعرك. شعري وضع، فاكرني حالق زيرو علشان بحب حسام حسن يعني. طب بص، انت تموت وخلاص. انا فكرت اعمل كده، امال انا جايلك ليه يا دكتور؟ بهزر معاك. قوم استريح كده واقعد لي وصحصح لي. بص يا ابني، انا كمان كنت زيك كده، مشكلتي كانت اصعب علشان كنت عايز اعيش بالحلال، والموضوع كان صعب. اب عايز في بيته كام الف شبكة واجهزة وشقة في الرحاب، وهو ساكن في شبرا، وبنته في الاخر شبه تقويم السنان. تخيل كل التكلفة دي علشان استر نفسي وامشي في الحلال. يا دكتور انت هتمثل
انا اللي جاي اتعالج مش انت، ما تجرفنيش. اسمعني بس، انا اشتغلت في محل ملابس حريمي. ها، مش انت دكتور؟ يا ابني اسمع، ما تخلينيش اتغاب عليك، هتفهم في الاخر كل حاجة. انا اشتغلت في محل الملابس الحريمي وبقيت اتجسس على الزباين وهم، واستحملت سخافة اطفالهم وداعب خدودهم، يعني بلعب في خدودهم. كله ده علشان ايه؟ كله ده علشان 5 جنيه تبس، وجاوب على أسئلة سخيفة لهم، العلاقة بالمكاسات، واتعذب بالليالي شفتهم ومش عارف أوصلهم. تخيلني تعبت، كفحت، حوشت فلوس، فكرت أفتح ملابس حريمي لنفسي واعتني بيه على الزباين. طبعا ما كانش ينفع علشان ييجوا مع ولادهم أو أصحابهم. فكرت في حاجة اللي بيجيب لك فيها الزبون لوحده وفي السر، وما بيقولش لحد انه جاي لك علشان بيتكسف. بالظبط زي ما فكرت كده دكتور نفسي. الموضوع كان سهل، مش محتاج غير المكان وضوء. خفت كام شهادة متعلقين على الحيطة، أجرت مكان واشتريت وفوتوشوب ما خلاش حاجة، وبدأت استقبل الضحايا. احيه، هو انت صياد؟ بس يا تافه، طب الضحايا من اي نوع تحديدا يعني؟ ما بتفرقش، زي ما قلت لك بالظبط، الإضاءة الخفيفة، وانا ما بقولش للرزق جاي ولا لا. ماشي يا ابني، روح، كفاية كده عليك النهاردة، وتعالى لي بكرة. حاضر يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جدو. وعليكم السلام يا حنبوكشة، كنت فين؟ كنت في الجامعة مع أصحابي. وعامل ايه في الجامعة يا ابني؟ الحمد لله، الحمد لله والله يا جدو. عايزك تذاكر كده يا حنبوكشة عشان تنجح وتطلع حاجة كبيرة كده يا حنبوكشة نفتخر بيها. أكيد طبعا يا جدو، هنجح، أطلع حاجة كبيرة وأشرفكم كده يا جدو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عاملين ايه يا جماعة؟ وحشتوني والله. جيت امتى يا ابني من السفر؟ وحشنا والله. عامل ايه يا ابن عمي؟ وحشتنا والله، البلد وحشة خالص من غيرك. وانتوا اكتر والله، وحشتوني جامد جدي. وتقول لي يا حنبوكشة، انت عامل ايه في الدراسة؟ الحمد لله والله، الحمد لله، السنة دي طالع الأول على الدفعة بتاعتي. طب الحمد لله، يا رب تكون كده على طول وتطلع حاجة كبيرة كده وتشرفنا في البلد. أكيد يا ابن عمي، هطلع حاجة كبيرة وأشرفكم بإذن الله. يا بنت يا سعاد، يا سعاد، عايزها فيا يا جدو وأنا ناديها لك. خليها تعمل لنا 3 شاي. ابن عمك لسه جاي من مصر، تعمل لنا 3 شاي وتجهز الأكل. حاضر يا جدو، أروح أقول لها تعمل شاي وبعد كده تحضر الأكل لابن عمي. يا جماعة مالوش لزوم، والله ماليه لزوم يا جماعة. عيب عليك، انت قاعد هنا في الشارع ولا انت فين؟ قاعد في بيتي طبعا يا عمي. بس خلاص، ما اسمعش اي كلام تاني. هسيبكم انا يا ولاد واخش اريح شوية عشان تعبان. احكيلي حنبوكش، عامل ايه في حياتك؟ خطبت ولا لسه؟
الحمد لله والله. بس هقول لك على حاجة، بس ما تقولش لجده عليها. قول. انا النهارده رحت للدكتور. ليه خير؟ في ايه خير؟ لا مفيش حاجة بسيطة. لا مفيش حاجة. رحت للدكتور عشان مش عارفة أشقط بنات. مش عارف، تخيل كده معايا إن أنا مش عارف أشقط بنات خالص والله. طب كنت كلمتني انا عايش في المدينة وعارف الاجواء وعارف البنات بتتشفت ازاي وبتتعاكس ازاي وكده يعني. طب احكيلي يا ابن عمي، أنت ابن عم حبيبي. البنت علشان تحبك او علشان تشفطها لازم تتقل عليها خالص. لو انت اترميت عليها مش هتعبرك. فعلا هو ده اللي بيحصل معايا على كده. أول ما بشوف واحدة بجري وراها وامشي وراها، فبتطنش لي خالص. شفت بقى انا قلت لك ايه قبل انت بتقول كده عشان تعرف بس انا عندي حق. كنت فين من زمان يا ابن عمي؟ كنت فين؟ روح ريح دلوقتي شوية، لما تصحى نكمل كلامنا، كلام الحلو الجامد. ماشي، يلا تصبح على خير.